إذا ضيفنا اليوم مستمعينا الأحبة هو مثل ما يقولون أشهر من نار على علم. هو الكابتن الطيار العراقي وبكل فخر كابتن فريد لفتة. كابتن فريد لفتة هو طيار عراقي وقد دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية للمشاركة في القفز بالمظلات فوق قمة إيفرست، وهو من مواليد 29 آذار عام 1978 في بغداد، وحاصل على البكالوريوس في علم الكيمياء، ولديه الكثير من الإنجازات والمهارات رح نتعرف عليها من هذا اللقاء. أولا صباح الخير، صباح العافية، نورتنا وشرفتنا كابتن. وهذا اللقاء المفروض من العام أنا دا أنتظر، لكن أنا أشكرك لأنه حضرتك أول ما شرفت ونورت ببغداد الحمد لله على السلامة، انطيتني خبر، لكن ردت يكمل رمضان حتى يكون اللقاء مميز ويا حضرتك. صباح العافية. صباح النور والسرور عليك وعلى المقدمة زينة. كابتن بداية حضرتك خريج بكالوريوس كيمياء، تمام؟ أوكي، يمكن أول سؤال الناس راح تسأله، جاب الكيمياء على الطيران. يعني هي هذه واحدة من الإشكالات اللي إحنا نقع فيها كشرق أوسطيين. نعم. إنه إحنا نعتقد إنه التخصص يمنع الإبداع. أصلا التخصص هو لحاجة السوق فقط. نعم. يعني أما الإبداع ومظلة الإبداع فهي كبيرة تتسع لكل الاختصاصات ولكل العلوم ولكل المجالات. نعم. أضف لذلك أنا أصلا دراستي لعلوم الكيمياء هي كانت بتأثير الأفلام كرتون. أنا كل شيء سويته في حياتي ولا زلت هو بتأثير الأفلام كرتون. أي نوع، أي فيلم كرتون كنت متأثر به بحيث حتى أصير علوم كيمياء هو العبقرينو ومشاكس وكعبول، يعني احنا هذا بالثمانينات كنت أشوفه فتأثرت فيه جدا، وكنت أقول يجب أن أكون مثل عبقرينو. نعم. بفارق أنه عبقرينو كل تجاربه تنتهي بالفشل والانفجارات وما إلى ذلك. أنا كنت أتمنى أن أكون يعني كيميائي أو عالم ناجح. نعم. هذا اللي خلاك تدخل هذا القسم، قسم الكيمياء هو عبقرينو. بالضبط. نعم. وهذا مو فقط، أنا كل مجالات الحياة اللي أنا أتخذها ولا زلت هي بتأثير الكرتون. والكرتون يعني حتى يعني أنطي فد سبب مهم أنا ليش أتأثر بالكرتون. نعم. لأنه الكرتون هو يخترق الحدود الطبيعية ويقفز فوق الخطوط الحمراء الفيزيائية اللي تحد الإنسان. نعم. يعني إحنا اليوم مثلا الإنسان هو محكوم بقوانين الجاذبية مثلا، فهو ما يقدر يحلق مثل الطيور. لكن في الكرتون أنت تلاقي الإنسان، تلاقي الشخصيات الكرتونية تقفز من ارتفاعات عالية وتنضرب في الأرض وتصير مثل الورقة مثل وأغلبها وبعدين يرجع طبيعي. وأغلبها قاطعك أنا أغلبها شخصيات خارقة، فأنت اليوم راح تكون الرجل الخارق. أوكي، عندك إنجازات ومهارات كثيرة ومهمة. نعم. هو أنا الأهم من كلمة خارق هو نعم. أن يكون الإنسان على حافة الحياة. يعني إحنا بالإنجليزي نقول on the edge of life. هو ليش أنا أريد أكون عند حافة الحياة؟ حتى أصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، سواء بمخيلته أو حتى في جسده. لأنه أنت من توصل إلى هناك هذا هو حقيقة راح ينقلك إلى بداية الطريق. هو مثل اللحاق بالأفق، يعني أنت عمرك ما راح توصل إلى الأفق. أنت تشوف الأفق من بعيد، تحاول توصله لكن الأفق يتجه. نعم. فهذا يحدوك أو يدفعك إلى أنه أنت تستمر بالحركة. وأنا برأيي أنه الحركة أو الديناميكية هي اللي تصنع الإنسان وهي اللي تنطيه البهجة وتنطيه الإنجاز. نعم. خاصة إحنا في مجتمعات يعني للأسف هي بالغة في الاستقرار وبالغة في التوقف والسكون. احنا محتاجين الى الحركة، محتاجين الى انه احنا نكون اكثر ديناميكية واكثر تفاعل واكثر حيوية. في اي سنة بديت مشروع الطيران وهذه الانجازات وهذه المهارات؟ باي سنة بدت وياك؟ اعتقد من اليوم الاول لولادتي. يعني انا شخص يعني ديناميكي جدا، حيوي جدا. انا اليوم عمري 45 سنة ما شاء الله، العمر كله مواليد 78 مثل ما ذكرتوا جنابكم. لكن أنا لازلت يعني أحب الحركة، أحب أنه أقعد الصبح من وقت، أحب أنه أكون ديناميكي. اليوم اللي ما أسوي بيه شيء يعني أحس أنه
أنا ضيعت وقت. نعم، بس أنت هذا هيك ريلاكس جدا يعني. الهدوء هو يأتي بسبب فهمك للحياة وقدرتك على التناغم مع الحياة، لأنه أي إنجاز يحتاج إلى الهدوء، أي إنجاز يحتاج إلى الصبر، أي إنجاز يحتاج إلى التخطيط. الهدوء اللي تسبق العاصفة فعلا. كابتن ماكو أي عاصفة. لاحظت أنه كثير ناس حتى العلماء يقول لك الإنسان الناجح اللي يريد يوصل دائما يكون هادئ، لأنه يكون هادئ لكن هو صاير بركان بعقله، يخطط ويريد. حضرتك أول طيار عراقي حلق مع أبطال العالم للاستعراضات العسكرية الجوية في طائرة مقاتلة عام 2009. أول غواص حر يحقق 80 متر تحت سطح البحر بدون تنفس لمدة 4 دقائق. عام 2007 أول طيار عراقي مظلي بمحرك. سنة 2006 أول طيار شراعي دولي عراقي. سنة 2005 حققت أول قفزة مظلية حرة مدنية فوق بغداد كقفزة سلام ومحبة للعراق الجريح. عام 2009 أيضا حضرتك مثلت العراق في بطولة دبي الدولية للقفز المظلي بعد 20 عام من الانقطاع. عام 2011 مثلت العراق في بطولة كأس الخليج الأولى للقفز بالمظلات بدبي. يعني أنا جاية بإنجازات حضرتك. بس أول سؤال أريد أسألك يا كابتن، حضرتك تقول إنه أنت هواي تحلم ودائما يعني أنا نفس السؤال راودني إنه دائما العلم ما إله حدود، العلم ما يتوقف. هذا هو الصح. أكو ناس يقول لك أنا أريد أحب أكمل ماجستير، أريد دكتوراه، أريد كذا كذا، لكن ظروف الحياة تمنعه، أو هو يكون بقوقعة يقول إنه أنا الظروف ده تمنعني. أنت حلمت وبنفس الوقت قدرت توصل للأحلام والأهداف اللي أنت تريدها وطموحاتك. فأول نصيحة تنصح بها الشباب إنه شلون ممكن يستمرون ويحققون أحلامهم وأهدافهم اللي هم يريدوها ويريدون يرغبون يسووها؟ أولا أنا ضد النصيحة، هاي مقدمة. زين، ليش؟ لأنه النصيحة مرتبطة في الذهن الشرق أوسطي وفي عالمنا، مرتبطة بالزجر، مرتبطة بالوعيد، مرتبطة بالمفاضلة. يعني خلي أشرح لك إياها. إحنا وإحنا صغار دائما النصيحة هي مو إرشاد أو إنه تفهم أو تخلق وعي للطفل أو للمراهق حول أهمية الهدف، وإنما هي بالحقيقة زجر، إنه أنت لازم تسوي كذا. فلا دائما مرتبطة بذهن الشرق أوسطي على أنه هو شيء بأمر جاي من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى، وطبيعة الإنسان ما يحب الأوامر فيخلق تمرد، فبالعكس راح يهرب من الفكرة المراد. يعني هي مو نصيحة بقدر ما أنت حضرتك، لأنه نعم تفضل. النقطة الثانية مرتبطة أيضا بالمفاضلة، يعني أنه أنت إذا يا إما تكون الأبيض أو الأسود. واثنيا مرتبطة بالوعيد، إذا أنت ما سويت الشغلة الفلانية أنت راح تتلقى العواقب الآتية. لهذا أنا ضد هاي الفكرة. أنا مع فكرة خلق الموديل أو خلق القدوة، إنه أنت تخلق قدوة وهو أوتوماتيك راح يكون الشاب أو الشابة يرى خطوات هذا النجاح ويقلدها بشكل طبيعي. لهذا احنا محتاجين إلى صناعة القدوة، مو محتاجين إلى أنه شخص ينطي أوامر تحت مسمى النصيحة. أنا برأيي أنه خلق القدوة أهم. خلق النماذج اللي هي تكون ناجحة وفاعلة وحيوية هو الصحيح. أما إحنا نبقى على النظريات وأنه إحنا يجب أن نفعل كذا ونفعل كذا وما أعرف إيش، وبدون تطبيق ما راح يخلق بيئة. يعني هسه حضرتك كل هاي إنجازاتك قدامي ما شاء الله، يعني أنا قلت يحتاج إنه يوم كامل حتى نعدها. حضرتك هذه الإنجازات اللي سويتها، قلت من أنا وصغير أنا حبيت العصافير لأنه تحلق وإلى آخره. هذه الإنجازات اللي سويتها، الطموح اللي انت وصلت له ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله. انا دسلك دوم بالحسد لولا لي ما شاء الله انت. anyway زين، شنو منو اللي خلق هذا الكائن اللي هو اسمه كابتن فريد؟ الحب. انه الحب
الحب هاي. الحب يعني أي نوع من حبيت الحب؟ يعني لا حبيت أنا ثمرة حب، يعني هو الوالد والوالدة عاشوا قصة حب لمدة 5 سنوات. اوكي. فلهذا أي شيء يصنع بشغف ويصنع بحب يكون نتيجته هو هائلة. بدليل، راح أجيب لك دليل ومن المطبخ. اليوم لما أنت يكون عندك مزاج وتحبين أنه تصنعي الأكل لشخص ما وأنت حابته هذا الشخص، سواء الابن، الزوج، الأب، الأم، لنفسك، أكيد يكون هذا نعم الطبق بأفضل معايير، لأنه سبق الشغف والحب. نعم. أي عمل يكون يسبق الشغف والحب يكون نتيجته هائلة. فلولا حب أبويا وأمي لبعضهم الله يرحمهم الله يرحمهم ما كانت النتيجة هذه. لهذا أنا أرى أنه أي فعل، أي عمل يكون يسبق حب، أكيد راح تكون النتيجة هائلة. زين، خلينا ناخذ فاصل ونرجع وياك. خلينا نسمع حسن شو محضر. أنا طير في السماء بعشق بالوماء، أنا طير في السماء بعشق بالوماء، عش قلبي ونمى من غير نمنمة وبسيط إنما عايشنا الحما. أنا طير في السماء بعشق بالوماء، أنا طير في السماء بعشق بالوماء، عش قلبي ونمى من غير نمنمة وبسيط إنما عايش ملحمة، ويعيش له سمة وينو الأوسمة ويبعطر شوق من غير لملمة. وينو الأوسمة ويبعطر شوق من غير لملمة، ويعيش أنا طير في السماء بعشق سوري. رجعنا وياكم مستمعينا ومستمرين وياكم بهذا اللقاء الممتع مع كابتن فريد لفتة. أنا سؤالي إلك، يعني أنت قلت أنه هذا الإنسان الكائن ثمرة حب، لكن هذه الطموحات والمغامرات اللي سويتها منو كان الدافع؟ يعني ما شاء الله عليك كابتن، يعني وبدون حسد يعني هذه الإنجازات اللي أنا بالنسبة لي متابعتك من البداية، ويجوز لي أنه اسمك فريد شوية مربوط ويا اسمي ويا اسم أخوي الله يرحمه، وأنا قلت لك حبي وعشقي للطيران. وحقيقة احنا نفتخر بيك بدون مبالغة. يعني حضرتك عندك والله تهت أول عراقي وصل إلى القطب الشمالي، أول عراقي يقفز فوق القطب الشمالي، بطل العالم للسلام والرياضة في إمارة موناكو، أول صديق للمرأة. أيضا حققت أول قفزة مظلية مدنية كقفزة سلام فوق أفغانستان، أول رياضي يتم اختياره سفير النوايا الحسنة وأيضا سفير النوايا الحسنة لاتحاد الحقوقيين العراقيين، سفير جامعة ميسان، وأستاذ زائر في كلية طب جامعة ميسان سنة 2012، وللحديث بقية ما شاء الله. فهذه الإنجازات وهذا الإنسان اللي حقق كل هاي المغامرات ما شاء الله عليك، منو سواها؟ شلون تكون هذا الإنسان؟ وشوف هي أصلا يعني بالبداية الطيران يراد له جرأة كابتن، مو أي شخص يقدر يطير، وأنت تعرف كثير من الناس عندهم فوبيا. فأني مرة من المرات كنت أتابعك من قفزت، لا كنت بمنطاد نفاخات عافية قبل كم سنة، يعني بال 2012 شوف أنا مش وقت أتابعك وهذا نفس الشيء قلنا للأفلام كرتون من جديد. يعني أنا حقيقة يعني قصة النفاخات، أنا كان عمي الحج يقدم له يعني تحية من خلال برنامجكم. هو أستاذ جامعي، فأنا كنت صغير يمكن 6 سنوات 7 ما أتذكر يعني بالتحديد بالثمانينات.
فهو كان في حفلة الظاهر في عندهم في القسم، فجابوا يا نفاخات، فكان أول لقاء بيني وبين النفاخات. ومن كبار تحققت. لا بس من جدي النفاخة. نعم. فأني رحت فوق على الدرج ولبيت النفاخة، بدأت تنزل بهدوء. أي نعم. ربطت عليها عود مال الشخاطة يعني مال كبريت، بدأت أيضا تنزل أو بهدوء. نعم. شربط عليها تبدي السرعة يعني تزيد في الهبوط. فقلت لنفسي هسه أنا إذا أربط نفسي بهواية نفاخات راح أطير. وظل ببالي هذا الموضوع بس نسيته يعني. بس بداخلي بالعقل الباطن كان موجود. نعم. إلى أن شفت فيلم كرتون اسمه أب، فيلم كرتون شهير لهوليوود أو بيكسار. فهذا الرجل الكبير بالعمر يطير هو والبيت مالته بالنفاخات. نعم. فاكتشفت أنا بالولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في ولاية أوريغون. عندي صديق أمريكي اسمه كنت، فهو يعني عنده أبحاث بهذا الموضوع، وطرنا سوا، وطرنا لمدة 8 ساعات متواصلة بالنفاخات. ايش قد كان عدد هاي النفاخات اللي طرتوا بيها؟ والله هائل، هواية كلش. ارتفاع كم قدم كابتن؟ وصلنا 18,000 قدم. استخدمنا أكسجين طبعا. أنا كنت متابعته يعني. هذا الحدث كان حدث جدا مهم، كلش مهم، والنقل على الشاشات يعني على القنوات. وحتى يعني انذكر بالموسوعة مو كرقم قياسي، لكن أي صح، يعني لأنه أنا دخلت أول مرة بموسوعة جينيس عن طريق رفع أكبر علم بالعالم اللي هو العلم العراقي. نعم. فهم ذكروا يعني كأنه منو هذا الشخص، فقالوا أنه هذا الشخص طار بالنفاخات في ولاية أوريغون وما إلى ذلك. موجود هو في الموقع الرسمي من موسوعة جينيس. كابتن، هذه إنجازاتك ما شاء الله عليك. كثير أو البعض شكك بها يعني. ما معقول. لا عادي، خلي شكك. ابدا انت ما يعني ما اهتميت. قسم قالوا هذه كلها ممكن فوتوشوب. لا هو شوفي. الطبيعي كطبيعة البشرية أنه هناك نوعين من البشرية. أنا أصنف البشرية على أنه نوعين. نعم. نوع ساكن، يعني أنا دائما أحب الفيزياء، نوع ساكن ونوع متحرك. وإحنا عندنا في قانون نيوتن الثالث يقول الجسم المتحرك يبقى متحركا والجسم الساكن يبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. فبالتالي احنا عندنا السكون والحركة هي ذاتية. فالطبيعي انه الساكن يعيق المتحرك، هذا الشيء طبيعي. يعني هسه انا وياك هسه اذا ردنا انه نغادر هذه الغرفة، اكيد الكرسي والميز وهواية اشياء راح تعيق حركتنا، هذا الشيء طبيعي. نعم. مهمة الكرسي ومهمة الميز أنه إعاقة الحركة، لأن هو ساكن، فأنا ما ألومه لأن هذه وظيفته. نعم. مثل ما أنا وظيفتي متحرك. نعم. أنا عندي سؤال. عندك كثير من المهارات. نعم. بين البحر يخوت، لاعب موي تاي، بين أيضا طيار، مظلي، شراعي، دراجات نارية، فارس خيل، يعني كثير من المهارات يعني لا تعد ولا تحصى. ما شاء الله عليك. شنو أقرب هذه يعني المهارات إلك تحسها إنه هي اللي تحبها دائما تحب لا تسويها؟ أنا أحبها كلها. أنا ما عندي مفاضلة. لا هو شوفي ما يصير عندك مفاضلة. معناها ارتبط بمعيار معين. أنا معياري واحد هو حب الحياة. فطالما أنا أحب الحياة إذن أحب كل شيء فيها. نعم. يعني من يصير مفاضلة ومن يصير معيار، معناها أني ربطت هذا الشيء أو هذا الاهتمام أو هذا الاختصاص بفعل معين. وإحنا للأسف دائما نرتبط دائما بالسوق. نعم. نرتبط بالوظيفة مثلا، حلم الوظيفة. فلهذا إحنا نتجه إلى الاختصاص. وإلا أن كل المبدعين وكل اللي يحبون الحياة تلاقيهم كل شيء. بدليل هسه أنت إذا ترجعين إلى التاريخ، وحتى مو التاريخ، حتى الحاضرين الأعلام اليوم تلاقينا هو كل شيء. يعني مثلا تذكرين الرازي تلاقينا هو رياضي وكيميائي وفيلسوف وما إلى ذلك. ايوه فعلا العلم ما له حدود يعني وماكو شيء. احنا التخصص صار بسبب السوق. نعم. الحاجة السوقية. اما انت اذا تحب الحياة وتريد تتعلم، من يقول لك لا؟ يعني روح اتعلم، روح. نعم. اذا انت قادر على هذا الشيء. راح سوري زينة، راح نسمع تقرير ويا حسن عن كابتن فريد لفتة ونطلع الى فاصل اعلاني، واكيد مكملين هذا اللقاء الممتع. بقويانا. الرجل الخارق الذي يحلم بأن يكون أول رائد فضاء في العراق
يوصف بأنه رجل العراق الخارق الذي جعل من نفسه قدوة لشباب بلاده إثر مشاركته في أول قفز حر في الهواء فوق قمة جبل إيفرست، وكشفه عن طموحه واستعداده بأن يصبح أول رائد فضاء عراقي. إنه العراقي فريد لفتة الذي تنشر عنه الجارديان البريطانية تحقيقا أعده مراسل الصحيفة في العاصمة العراقية بغداد مايكل هوارد، ويتحدث فيه عن أحلام فريد منذ كان صبيا صغيرا. تنقل الصحيفة عن فريد قوله: أريد أن أمثل بلدي وأن أكون واحدا من الرجال الذين أظهروا بكل تواضع ما الذي يعنيه أن تكون إنسانا جيدا. لمع اسم الكابتن فريد لفتة في مجال الرياضات الخطرة حتى جابت شهرته جميع أنحاء العالم. نجح الكابتن فريد من اجتياز أصعب المخاطر حتى حاز على إعجاب منافسيه في جميع أنحاء العالم، ليتكرر اسمه كثيرا في وسائل الإعلام الدولية. فريد من مواليد 29 آذار 1978، ولد في بغداد وحاصل على بكالوريوس في علم الكيمياء. نشأ الكابتن فريد في بغداد، وإبان اندلاع الحرب في عام 2003 غادر مع عائلته إلى دبي، وهنالك تابع فريد شغفه بسباق الدراجات، وسرعان ما تحول ليصبح محترفا في هذا المجال. بعد ذلك أصبح مدربا متخصصا بغوص السكوبا، وحقق إنجازا في الغوص لعمق 80 متر تحت سطح البحر بدون تنفس. ومن أعماق البحر تحول فريد إلى الفضاء، حيث مارس رياضة التزحلق الشراعي والتزحلق المظلي، وحصل على رخصة طيار تجاري. الإنجازات التي حققها الكابتن فريد كثيرة جدا، بما في ذلك القفز بالمظلات لأول مرة فوق جبل إيفرست على ارتفاع 30,000 قدم، وأول غواص عراقي حر، وأول طيار مدني عراقي يطير إلى حافة الفضاء في طائرة ميغ 29 الروسية. في جميع الإنجازات التي حققها الكابتن فريد كانت لديه مهمة وضعها نصب عينيه، وهي نشر السلام وتعزيز التفاهم بين مختلف الدول وثقافات العالم. هذه المهمة أبرزته كقدوة يحتذى بها للشباب العربي، وساهمت في التعريف به في مختلف البلدان، سفيرا لنشره ثقافة السلام غير المشروط. بالنسبة للكابتن فريد، فعندما يتعلق الأمر بالعمل من أجل نشر السلام، فالسماء وحدها هي حدوده. هنا صوتك، هنا صوتك، 4 FM 88.3 الرابعة FM. بريك وراجعين. حب الحياة حبها، وفرصة لروحك انت انطيه، وعيش الجاي من عمرك حب وشغف امليه، وافتح ابواب السعادة القادمة احلى هواي، وانت لا تيأس ابد، يلا استعد للجاي. او احنا الناس الاقوى لو هالزمن يسوى، نشرق ونخلي نجمنا يضوي باجمل لون. او احنا الماني تردد جبل وميز نحت، نسعى ونحقق فوق نحلق هذا الكون. احنا الناس الاقوى، احنا كيكر. تمتعي بجمال المصوغات الذهبية من مناشئ عالمية مع مجوهرات نبيل. العنوان: الفرع الأول بغداد زيونة شارع الربيعي، مجمع الذهب 0/12902/77. الفرع الثاني اسطنبول، شركة نبيل للذهب والمجوهرات، يني بوسنة، مجمع الصاغة. تعبتي من شغل البيت؟ تنظيف، طبخ، كنس ومسح؟ لقينا لك الحل مع شركة بسمة بغداد لاستقدام الأيادي العاملة الأجنبية والعربية. العنوان: بغداد الجادرية قرب فندق بابل. للاستفسار الاتصال على 07714 99 59 99 أو 07811 08 88 50، علما أن الشركة مجازة من قبل وزارة العمل. بسمة بغداد.
لإعلاناتكم على إذاعة الرابعة FM شركة الهدف للدعاية والإعلان. التواصل على الأرقام التالية: 077 مكرر 4 مكعب 6 مكعب 0 أو 078 مكرر 4 مكعب 6 مكعب 0. شركة الهدف للدعاية والإعلان. ورجعنا من الإعلانات. 88.3 الرابعة FM. قلبي تنبض. الرابعة FM. ارفع لي راسك لفوق انت عراقي، الناس والله يعرفوك ايش قد انت راقي. ارفع لي راسك لفوق انت عراقي، الناس والله يعرفوك ايش قد انت راقي. هذا انت ابن النهرين، انت شور انت حسين. هذا انت ابن عودة معكم مستمعينا الأحبة من إذاعة الرابعة وصباح الرابعة على التردد 88.3، وهذا اللقاء الممتع مع الكابتن الطيار فريد لفتة. أكيد راح نفتح الهواتف أمامكم، اللي يحب يتصل بينا وعنده استفسار أو سؤال ويا كابتن فريد على أرقام الهواتف الآسيا سير 07744757572، كورك تيليكوم 075405006. أريد أسألك سؤال. هذا اوكي راح ناخذ اتصال، لكن جاوبني على السؤال. من تسمع عن نفسك هذا التقرير وهذه الانجازات، شنو شعورك؟ مو مهم عندي. المهم انه انت تسوي الشيء اللي تحبه نعم. المهم انه انت تستمتع. اذا انت ما مستمتع مو مهم، كل شيء راح ينسي بعد 200 سنة، مو مهم. المهم انه انت تسوي الشيء اللي تحبه أنا المهم استمتع باللحظة. اذا انت ما تعلم نفسك تحب الحياة وتستمتع باللحظة، انا ما اريد اكون نمبر 1 ولا اريد اكون صاحب القاب، لانه ما تهمني ابدا. انا اللي يهمني ان استمتع بالحياة. يعني إذا ما استمتع بالحياة ما لها أي معنى هذه الألقاب وما لها أي معنى هذه الإنجازات. والله هذا أول سبب من أسباب نجاح حضرتك. خلينا ناخذ اتصال. والله فوفا، راح أسميك فوفا. الأمريكية حاملة العلم الأمريكي بحسه رضت على فوفا. بس هي تستحق. لا تنسين اسمها شبيه باسمي. بس بيناتنا بس عنصرية أسماء هذه. صحيح، لأنه في الواقع كان له مشاركة في أول قفز حر في الهواء فوق قمة جبل إيفرست، وطبعا كشف عن طموحه واستعداده بأن يصبح أول رائد فضاء عراقي. للمزيد ينضم إلينا الكابتن فريد لفتة. صباح الخير فريد. صباح الخير. صباح الخير. ونبدأ من إيفرست طبعا، هذا القفز الحر. قديش طبعا يعني مزبوط انه مغامره لا شك انه تحمل المخاطر، لكن كنت تتدرب على هذا الموضوع حتى حققت الرغبه اللي في داخلك. اكيد طبعا، يعني هو التدريب كان شاق، وهذا كان سنه 2008. نعم، هذا احدى اللقاءات بقناه العربيه. اكيد ايضا نوجه تحيه لكل الزملاء العاملين بهذه القناه. خلينا ناخذ اتصال، وعندي ارسل لك سؤال من بعده. صباح النور. أهلا، صباح الخير ست فريدة. صباح العافية. هلا، من ويانا؟ عباس. عباس. أهلا عباس، أهلا، تفضل. أنت وأستاذ وليد وسزينة. نعم. كل الهلا بيك عباس. الله يحفظك. الله يسلمك. يعني قمة التواضع والهدوء والنجاح، وهذا هو النجاح الحقيقي. نعم. في الدول عينك، في الدول عينك، يحفظك الرحمن يا رب. يعني صدق، يعني تواضع كلش جميل. في الدول عينك يا عمري. ماكو غرور، وهذا سبب النجاح اتصور. اي والله فعلا فعلا. هسه قاعد ادور باليوتيوب كتبت فريد عادل، غير انه فريد عادل فريد. نعم. اخويا الله يرحمه طول العمر الكابتن اسمه الكبير فريد. فاني قلت له من حبي، من ضمن اسباب حبي الك، ويعني هو الاسم اكيد، يعني وان شاء الله انت ايضا اخويا الكبير. راحت عليه يعني. عباس، تحب تسال شيء الكابتن؟
لا والله احب اشكره يعني على مجرد هاي التواضع هو نجاحه. الله يخليك الله يخليك يا عم. يا رب ويسعده ويا رب يبقى على الانجازات الجميله. شد ولا شكرا لاتصالك، نورتنا، حياك الله. ايضا اتصال اخر. الو مرحبا ست فريده. مرحبا يا هلا سجل مرحبا سجينة. كل الهلا. مرحبا ضيفكم الكريم. الله يخليك، مرحب بك. كل الهلا بك يا طالب. والله اتمنى لك النجاح التام استاذ فريد. كابتن فريد. حي فريدة اخوها. قلبك الله يحفظك. سجين المحبسين هو ايضا من نتاج حب فريد الأطرش بين امه وابوه، سموه فريد. يعني شوف من الصدف انه والدي ايضا الله يحفظه يحب فريد الأطرش، فسمى اخوي الكبير فريد لانه يحب فريد الأطرش. انا هم احب فريد هو جيل السبعينات. طالب مستمعنا ايضا يحب فريد الأطرش. من محبي فريد الأطرش. جدا احب فريد الأطرش، موسيقار عظيم واغانيه عظيمه. اتمنى تحقق احلامك ومبروك عليك. مبروك عليك. يبارك فيك. واحنا تشرفنا بلقائك وجينا وفريده. الله يسلمك. شكرا سجين محبسين، حياك الله يا هلا. ضحكة جنان مليانة حنان يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان يضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان. يعني شلون فريد الأطرش وفريد لفتة وفريد عادل. انا اطلع برا. لا حبيبي ما في حرف الفاء. لا عمي لا انت الاصل يابا حياتي. لا بس هم عندك هاء يعني وياه. يلا كابتن خلينا هذا القبيله مالتنا. ناخذ ايضا اتصال. صباح النور. الو بالعافيه والسرور. كل الهلا بيك. من ويانا؟ ابو حمود زيونه. ابو حمود. اهلا ابو حمودي، حياك الله. حياك الله ست، الله يوفقك. سؤال للكابتن. اي السلام عليكم كابتن. عليكم السلام ورحمه الله. كابتن في السؤال، بعد النظام السابق كان اكو معاهد مع الطيران ليش انقطعت ورا الصخور؟ نعم. اعتقد يعني اني شخصيا رايي اتمنى انه الاستثمار والقطاع الخاص يدخل هذا الموضوع. يعني احنا شفنا في اوروبا وفي امريكا، انا اصلا درست في امريكا 4 سنوات، شفت انه القطاع الخاص بهذا المجال ممكن ان يقدم يعني خدمة رائعة، خاصة احنا اليوم الشباب يعني عندهم شغف في مجال الطيران. لكن للأسف ما دخل الآن القطاع الخاص على هذا الخط، يعني ما أعرف شنو الأسباب، وأنا أتمنى حقيقة أنه القطاع الخاص يدخل هذا المجال إن شاء الله. وتعذرنا على لا أبدا. حياك الله أبو حمودي. ممنون. تحياتي صديقي محمد نرجس. شكرا. الله يحفظك. فعلا كابتن حضرتك يعني بين فترة وفترة تجي لبغداد. نعم. ما اقترحت هذا الموضوع مثلا على الناس المختصة أو أشخاص معنيين إنه ممكن يكون أكو معاهد للطيران أو ترجع نوادي فرناس مثل قبل؟ احنا المجتمع لا زال يعني احنا مو كل شيء نخليه على كاهل الحكومة. الحكومة هي بالأخير انعكاس للمجتمع. نعم. احنا لا زلنا مجتمع استهلاكي اشتراكي، بمعنى انه لا زال الشاب والشابة يحلم بوظيفة بالدولة على مود التقاعد. إذا احنا ما نتخلص من هذه الثقافة، ما نكون احنا قادرين على التحرر من عبودية الوظيفة إلى الفضاء الأوسع اللي هو الإنجاز وتحقيق الأحلام ومتابعة هاي الأحلام، هي طبعا خطرة. يعني أنا ما أقول له أنه أنت لما تتخلى عن فكرة الوظيفة وتروح للقطاع الخاص ممكن أنه أنت تصير بيل جيتس أو ما إلى ذلك مثل ما يسوقون بعض الناس. بالعكس أنت رايح إلى أرض مغامرة، لكن هي المغامرة بحد ذاتها هي لذيذة. المغامرة بحد ذاتها أنه تشعرك بالحياة. أنا مو شرط أنه أكون بالأخير النتيجة أن أكون ملياردير أو أن أحقق نتاجات مهمة. صح. أنا بالمناسبة ما تهمني النتيجة على الإطلاق.
أنا عندي استعداد اليوم أدرس 4 سنوات وأترك الامتحان النهائي وما أحصل على الشهادة. أنا ما تهمني الشهادة ولا النتيجة. أنت تحب التجربة، أنا يعني أنه خوض هذه التجربة. نعم. هذا إيش قد أحصل من عنده فوائد، أحصل من عنده تجارب، أحصل من عنده علوم. أنا ما يهمني إنه أحصل مثلا بالامتحان. بالمناسبة إحنا عندنا دائما لازم نطلع 100 أو نطلع 10 من 10. لا، أنا عندي 50 كافي. طالما أنا استمتعت، تعلمت، افتهمت، صح. حصلت يعني تجارب، حصلت نضج، حصلت وعي، هذا اللي يهمني. احنا فكرة النتيجة وفكرة المثالية هي اللي تقتل مجتمعنا. انه انت يجب ان تكون مثالي. لهذا احنا صايرين يعني مثل ابراج المراقبة، انه انت ايش تلبس، ايش تاكل، ها وقعت، ها ما ادري ايش صار هذا. لا يعني انت شلون تحكي انجليزي، ها خطأت بهذه اللغة. اخي اللغة هي للتواصل، اللغة هي مو للاستعراض. بالمناسبة هم نفسهم الإنجليز عندهم لهجات. يعني هسه هو المصري يحكي الإنجليزي باللهجة مالته. وين المشكلة؟ إنه صحيح. أنت ما تلفظ الأشياء مثل ما يلفظها شكسبير. بالعكس يعني إحنا رغبتنا بالمثالية هي اللي قتلتنا. يجب أنه إحنا من نروح للمثالية بقدر ما نروح نستمتع بالحياة. بقدر ما إحنا نريد أنه نخوض التجربة. لأنه المثالية راح تخلينا نخاف من خوض التجربة. أنا كل ما في الأمر قلت أنا ما تهمني المثالية، ما تهمني النتيجة، ما يهمني رأي أو تقييم المجتمع بقدر ما يهمني أنه أنا أنجز وأحقق أحلامي وأعيش السعادة. هاي والمتعة. فناخذ اتصال. عندنا اتصالات هواية وارجع عليك السؤال. ألو، صباح النور. ألو، صباح الورد. صباح العافية أبو الحب. تحياتي لحضرتك وكل الكادر، وتحية خاصة لهذا الإنسان المبدع. حقيقة كلنا نفتخر به والله العظيم. صباح الخير كابتن. صباح الورد. صباح الورد. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك. والله أنا متابعك، بس يعني مو كل يعني بين فترة وفترة بحس زاد إعجابي بيك. حقيقة شخصية مرموقة وإنسان مثقف وشايل اخلاق وتربيه، يعني ما شاء الله عليك. من حق كل عراقي يفتخر بهذا الانسان. هو هذا العراقي سبحان الله، هذا العراقي بكل ميادين تجي لك هو يبقى على مهم مكان يعني. الله يخليك. طول لي والحمد لله عندك صاحب مواهب متعدده، ويا رب التوفيق والنجاح الدائم ونشوفك باعلى المراتب. ممتن. وما عندنا اي سؤال لك، لان انت ما شاء الله محتوى كل في الامور الزينه ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. شكرا. تحياتي للجميع. حياك الله. شكرا ابو الحب. ايضا عندنا اتصال. هواي اتصالات لك اليوم. ولا اوكي، هذا انجاز. صباح الورد. صباح الورد. شلونك استاذنا الجميل؟ الله يخليك، انت اجمل. والله نشكرك على هذا الابداع الجميل. والله انت يعني فعلا يعني ابداع جميل والله. في الدول يعني. من ويانا ممكن نعرف من هذا؟ محمد كاظم. يعني شلون الزيونه، شو اخبارك؟ كل هلا بيك. الحمد لله. منورنا محمد. الله يسلمك. منورين. شكرا يا وردة، نورك. طبعا نشكر استاذنا فريد على هاي الله يخليك. الله يخليك. والله انت كلش يعني جميل ويعني منور في الدول عينك. نورك يا حبيبي. شكرا لك يا محمد. ممنون. حياك الله يا مليون هلا. اتصال اخر. الو. صباح الخير. صباح النور. شلونكم اخباركم؟ شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله. ماكو بسام. انت الماكو بسام. انت ماكو. اي والله شوي تسوي، مرات تطلعون من الصبح، مرات عندي شغل يعني ما لاحق. اي صح والله. اي والله تمام. تفضل بسام. شو دعوه من الصبح مقبشين؟ لا. تفضل بسام. تحب توجه سؤال الكابتن فريد؟ لا يعني مشكور ما شاء الله يعني على المعلومات القيمه ومبدع ما شاء الله يعني. نشوف احنا يعني جماعه يعني بس نتمنى انه ايضا من الحكومه الدعم كافه الشرائح، يعني نشوف انه دعمها كان قليل يعني. مع الاسف الاهباط يعني دائما بالحكومه، انه ما اعرف ليش انه اكثريتها حتى يروحون بغير الدول تريدهم. احنا هنا ما اعرف، هنا لا دعم لا شيء، يعني تروح على غير دول ما شاء الله يستقبلون احلى استقبال. يعني اتمنى ايضا من الحكومه انه هيك مواهب وهيك فنانين وهيك مبدعين انه لا يضيعوها. تستثمرها هاي المبدعين. حتى نشوف بالمدارس الاهليه موجود هذا مثل ما تنميه المواهب، يعني بالحكومه ما موجود. يعني احنا نتمنى من الحكومه انه تدعم هاي الشرائح ولايه
وان شاء الله خير على السنوات الجايه. ان شاء الله. شكرا لك بسام. كابتن، كل هذه الانجازات ما شاء الله عليك، شنو قدم لك العراق؟ أنا قدم لي العراق 7000 سنة و7200 سنة من الخبرات. نعم. لأنه بالأخير أنا نتاج لحراك اجتماعي ولحضارات متعاقبة. الحضارة هي بصمة وراثية. يعني مثل أقول لك فشي، يعني أنا لقيت نفسي وأنا طفل أحب الخلود، أن أكون خالد. أعتقد أنه هذا حبي للخلود ما إجا من فراغ، وإنما من تدافع حضاري امتد من قلقامش وملحمة قلقامش. يعني أنت لما تقرأين ملحمة قلقامش، لما تتمعنين بملحمة قلقامش، تجدين فكرة الخلود والأهمية الخلود. الإنسان يطمح دائما للخلود، ودائما يحاول أن يلقي حلول لمشكلة عدم موته، لأنه الإنسان كبقية الكائنات يكره الموت وما يريد الانتهاء، فيلقي عذر مرة الزواج والإنجاب وما إلى ذلك. أنا هذا ما أقتنع به، أنا ما أشوف أنه التكاثر هو سبيل للخلود أبدا على الإطلاق، لأنه بالأخير أنت الجيل الثاني راح ينساك أصلا. ويعني يقولون اسمك فلان ابن فلان، وحتى بالمواقع الرسمية يعود يطلبون اسم الجد. وعموما يعني لما حتى يطلبون اسم الجد أو اسم الأب ما عندهم إحساس اتجاه هذا الاسم. لكن الخلود الحقيقي مثل ما هو ملحمة قلقامش وكل هذا التدافع الحضاري اللي موجود الآن في جيناتي، تلقيه أنه إلى وقع حقيقي وإسقاط حقيقي من خلال اليوم اللي احنا نشوفه، مثل نيوتن مثلا أو تسلا أو الفارابي أو ابن الراوندي أو يعني الحسن بن الهيثم أو ابن بيطار أو الحلاج أو غيرهم من الأعلام. تلاقي أنه أسمائهم اليوم ما احتاجت إلى أنه نقول أبناء أو أمهات أو الحكومة العراقية كافأت فريد لفتة على هذه الإنجازات. أنا ما أفكر بهاي الطريقة أصلا. هو هذا أنا عندي استقلالية. أنت ما تفكر، بس إحنا نحكي حضرتك. أنا ما لي علاقة بتفكيرك، يعني مع احترامي، مو هذا يعني قصدي إنه أقل. لا نعم، أمشي لك فوفو. لا لكن أنا العنصرية الفوفية تشتغل. لو قايلتها زوزو لا ما أسمح لها. لا أنا أقصد أتشلب برقبتها وتنمر عليه. كابتن، كثير من المبدعين للأسف بالبلد غادروا البلد وأبدعوا بالبلدان العربية والبلدان الأجنبية. أنا سؤالي إنه بماذا كافأت الحكومة العراقية، كمثلا حضرتك لك أهمية من تروح أمريكا، تروح لندن، بالإمارات، بعدة دول، يعني اسم فريد لفتة اسم أول ما بديت الحلقة قلت أشهر من نار على علم. فهذا سؤالي، ماذا كافأت الحكومة العراقية فريد لفتة؟ يجب أولا أن يسبق الحكومة هو وعي اجتماعي. إذا ما سبق وعي اجتماعي بأهمية الحياة، بأهمية الأحلام، بأهمية الحركة، بأهمية المغامرة، ما راح الحكومة بالأخير أن تكون انعكاس لهذا الشيء. لا تنسين كل الحكومات بكل الأرضية هي انعكاسات للمجتمع. الحكومة اليوم إذا تشوف أنه المجتمع متدين تحط عمامة وتصير متدينة. الحكومة إذا تشوف المجتمع هو علماني باكر يحلقون اللحى وينزعون العمايم ويصيرون علمانيين. الحكومة هم ناس بالأخير، وناس يقرؤون الواقع ويشوفون انه المجتمع شديد ويصيرون مثله. صدقيني ترى احنا كل المشاكل اللي نشوفها في كل دول العالم وكل الحكومات هي انعكاس للمجتمعات. المجتمعات هي اللي تفرض على الحكومة خطها. احنا لو اتجهنا للقراءة، لو المجتمع مالتنا شوية ترك التليفون وترك المطاعم وترك مراكز التجميل واتجه لقراءة شوية. أنا مو ضد التجميل، مو ضد أنه الإنسان يهتم بجماله، يهتم بغذائه، يهتم بونسته، لكن خلي يكون مع هذا خط موازي اللي هو شوية قراءة، شوية غذاء للعقل. لأنه لما يكون عند المجتمع وعي واهتمام بالنجاح وبالإنجازات وبالمغامرات وبالحياة، مجبرة الحكومة على أنه هي تماشي هذا الشيء. لكن اليوم الحكومة في دول العالم الثالث وفي الشرق الأوسط وفي العراق تشوف أنه أكو إقبال فقط على المعدة وملحقاتها. شو تسوي لك؟ تقول لك أوكي تريد هذا أنطيك هذا. صح والله. خلينا ناخذ آخر اتصال. ألو.
صباح الخير. صباح النور، يا هلا، من ويانا؟ تحياتي للمبدعة فريدة، تحياتي زينة، وتحياتي للأستاذ فريد. فدوا العين. وصباحكم خير صباح الورد. تحياتي للجميع. الله يحفظك غالي أستاذ. طبعا أنت اليوم حقيقة مبدعين ست زينة وست فريدة، كونكم اختاريت الإنسان الممتع قبل لا يكون الإنسان الكفؤ، الإنسان الاسم المهم حقيقة وصاحب الإنجازات المهمة. يعني كلامك يغير تفكير الإنسان، يغير مود الإنسان. إي والله العظيم. يعني أنا صعدت وياه، يعني رحت جبته والله، وأني أفتخر بهذا الشيء إنه هو صعد وياي. يعني جبته من منطقة معينة لحد ما وصلنا الدوام، قلت له أنت غيرتني 180 درجة. ممتع جدا، يغير تفكير الإنسان حقيقة. من كل التوفيق أستاذ، ورب إن شاء الله أهم شيء يرزقك الصحة حتى تقدر، الله يحفظك، حتى تقدر تمر وتستمتع بشغفك، لأنه الصحة هي أساس متعة الإنسان حقيقة. صحيح. الله يحفظك أستاذ. شكرا لك، حياك الله. أريد أسألك سؤال زينة، ولو آسفة يعني يعني نظام مسألتي هيك قاعد. آخر سؤال من عندي، ولو أنت يعني أنت لازم هواي أسئلة. فوفت تؤمر. آخر سؤال كابتن، ممكن نشوف قصة حياة كابتن فريد لفتة بمسلسل أو بكتاب مؤلف عن حياته وبإنجازاته، حتى الأجيال القادمة تعرف منه فريد لفتة ويكون له بصمة. أنت حضرتك أوكي يعني أوريدي لك بصمة بكل العالم مو بس بالعراق، لكن هل من الممكن يعني أكو هيك شيء؟ والله ما أعرف، أنا مو منتج يعني. لا أنت حضرتك ما مفكر إنه تألف؟ لا أنا هسه ما أفكر غير إنه أستمتع بالحياة وإنه أحقق إنجازات لذاتي أولا، وأتبع هاي الأحلام. بالمناسبة أنا مع الأنانية مو ضد الأنانية. نحن يجب أن نغير أفكارنا. يعني الإنسان لازم يحب نفسه، يجب أن يكون أناني، لأنه أنت إذا ما تحب نفسك ما تحب الآخرين. هاي كذبة مال إنه أنا والله ما أحب نفسي وأثر الآخرين. ما ممكن. إذا أنت ما تبدأ بحب نفسك ما راح تحب الآخر. فعلا. يجب أن تحب نفسك وتعشقها. أنا كانت الوالدة الله يرحمها كانت دائما أول ما تقعد تباوع على شو اسمه المراية وتبوس نفسها، والله ايش قدتي حلوة ما أعرف إيش هذا. يجب أنه أنت تحب نفسك. هي لأنه أحبت نفسها قدرت تحب الوالد، قدرت تحبني، قدرت تحب أخويا، قدرت تحب البشرية كلها. كانت أصلا حتى نتباوع على المسلسلات تحب المجرم وتحب الضحية واثنينهم تبكي عليهم. بس احنا دخنا يعني. سؤالي لك أستاذ فريد، كم نسبة بالمية يعني تنطيني نسبة بالمية من الإنجازات اللي أنت حققتها؟ 0%. طبعا، لأنه أولا ما تحققت نحس بعد أولا يعني. أنا العمر ما يكفيني. يعني أنا أمنيتي أنه أعيش 1,000,000 3 ملايين 4 ملايين 10 مليون ما أدري يعني. لأنه أنا أولا أشوف أنه العلوم في تطور، الفكر ما ينتهي. مهما درست مهما سويت دا ألاقي نفسي يعني بعدني مبتدئ، لا شيء أقدمه. هواية أحلام أنا لازلت ما حققتها، من ضمنها ريادة الفضاء. أنا تدربت بس ما رحت للفضاء للأسف. هواية أحلام أنا ما قادر لحد الآن أحققها بسبب العمر، بسبب كفاءة الجسد، بسبب عدم توفر مثلا العوامل أو الداعمين. لهذا هذا يحتاج وقت يعني. هو مشكلة الإبداع، مشكلة البشرية كلها هو الوقت. يعني إحنا لو يتاح لنا إنه نعيش آلاف أو ملايين السنين، أنا شخصيا محتاج هاي الآلاف أو الملايين السنين. ولهذا يقول لك إذ لم تسبق الوقت سبقك. لا هو الوقت دائما يسبقك. سؤال أخير قبل كل إنجاز أنت تحققه، قبل كل قفزة، قبل كل شيء، أكو شيء بداخلك أنت تقوله لنفسك، كلمات، دعاء، أي كلمة قبل لا يعني مثلا تقفز، قبل لا ما عندنا وقت تتوجه. أبدا. حتى كلمة لنفسك هسه أنت قلت والدتك كانت تبوس نفسها تحب نفسها. لا يعني هاي تقولها الصبح خمو ضل انت تعيد بيها يعني. اكيد. انت شو تقول لنفسك يعني؟ ما عندي وقت، اقفز خلصها خلاص. انا بس اخر سؤال. كلنا المشكله هواي اسئله. شنو قصتك ببيع الكاميرات؟ معناه يا ريت تبيع. انا شوفي يعني احب الاستمتاع بالحياه، فدائما
يعني حتى لما يكون حولي مثلا مجموعة من الأصدقاء أو طالعين، هسه احنا كنا نسوي فيلم عن الآثار العراقية، وهذا كان فيلم عن الآثار العراقية والحضارة العراقية. نعم. دا أسوق لها، يعني دا أسوق الوكائل سقورة بابل وما إلى ذلك. فدائما يعني أحب أنه يكون جو العمل يعني به متعة، يعني تعرفين هذا ستريس وتعب وجهد وما إلى ذلك. فمن حقي ومن حق اللي حولي أن يضحكون، ومن حقنا أنه نستمتع. أنا ضد فكرة أنه يعني الهيبة بمعنى أنه أنت تفارق المتعة. بالعكس، جزء من الهيبة أن تكون مستمتع. يعني إحنا هذا الوجه العبوس وأنه أنت تكون دائما سيريس، أنا ضده. أنا مع أنه إحنا لكل مقال حديث، يعني مرة أستمتع، مرة أكون بس والله خوش يعني خوش مع كاميرات هنا ب1500 سوري. تعرف يعني اليوم احنا كلش استمتعنا بلقائك، مليتنا طاقة إيجابية، يعني خليتنا نحس انه الأحلام ممكن تتحقق، انه كل شخص عنده حلم عنده طموح يقدر يحققه اليوم. ابتعدنا عن السلبية بشكل كبير. شكرا على الإيجابية اللي انت بيها، ورح نستمتع بالحياة بكل تفاصيلها. اوكي، كلمة أخيرة فريدة. فوفة والله يعني أنا مثل ما قلت بداية البرنامج، أنا كلش أحبه يعني حقيقة، وأكن إلى كل الاحترام وأفتخر بحضرتك كابتن، وجدا سعيدة وأضافيت إلى السي في مالتي وجودك ويانا. يعني القعدة وياك جدا ممتعة والحديث يطول، وإن شاء الله بالأيام القادمة هم نسوي لقاء، يعني لأنه ما شاء الله عليك، يعني يعني مثل ما قال الزينة الطاقة هيك جدا يعني حتى أي والله اليوم راح نقفز أنا وفريد. نورتنا وشرفتنا. لا بالعكس، وكانت يعني استضافة كلش حلوة، وأني ممتنة لتواضعك وأخلاقك وذوقك والله كابتن، إنه أنت اجيت ويعني أنت مجرد صعدت وياي وأمنت على نفسك، هذا إنجاز بالنسبة لي. حبيبي كابتن، شكرا لك وشكرا لزوزو وشكرا لمخرجنا الجميل ولكل مستمعيكم الكرام، وأتمنى أنه مو فقط هذا النهار وإنما كل أيامكم وأيام مستمعيكم مليئة بالمسرات والنجاح والحب. شكرا جزيلا، شكرا لوجودك ويانا.